الشجاعة اللي انت تقضي ليلة في فندق وانت عارف ومتأكد اللي هو مسكون؟ هل عندك الجرأة دي؟ كتير بنسمع عن الفنادق المسكونة بالعفاريت، بس مش غريبة لأن اللي بنسمعه ده بسبب الحوادث اللي بتحصل كتير في الفنادق، ما بين بقى ناس بتنتحر، ناس تموت، ناس تتقتل. أهلا بيكم في كلام خرافات. حلقتنا النهاردة بعنوان الفنادق المسكونة الجزء الثاني. قبل ما ابدا الحلقه اعملوا سبسكرايب للقناه ويلا بينا ونبدا باول فندق كافي. اتبنى الفندق ده سنه 1716. اتبنى جنب مستشفى خلال حرب الثوره الامريكيه. مات جنود كتير جدا في الثوره دي. بيقولوا بقى ان الارواح بتاعت الجنود سكنت الفندق لحد دلوقتي، تحديدا غرفه 424 نزلاء بيسمعوا منها اصوات وصريخ مرعبه خلال الليل رغم الاوضه فاضيه اصلا. فندق سين. اتبنى الفندق في سنه 1883 في نيويورك. اتعرض الفندق للحريق مرتين على حسب أقوال النزلاء، وأغلبهم إنهم كانوا بيشوفوا ست لابسة فستان منقوش باللون الأزرق في أوضهم بتظهر لهم أثناء نومهم وهم مش عارفين مين الست دي أصلا. فندق كاف. اتبنى الفندق سنة 1886 في يورك. استخدم الفندق في فترة من الفترات مستشفى لعلاج أمراض السرطان. لحد دلوقتي بيحتوي الفندق على مشرحة في الطابق الأخير. حسب أقوال المرشدين السياحيين إنهم بيشوفوا راجل لابس قبعة كبيرة بيدخل غرفة التشريح، واكتشفوا بعد كده إن الغرفة ما فيهاش حاجة خالص. فندق يه سين نون. اتبنى الفندق في سنة 1900. مكان الفندق في الأول عبارة عن محطة قطار، وكانت في ست انتحرت ورمت نفسها قدام القطر ده. الكلام ده حصل أثناء الحرب العالمية الثانية. استمرت قصص شبحها في الفندق على مدار السنين وحكايات كتير عن الفندق ده. نروح لفندق في سين لام. اتبنى الفندق سنة 1905 في ولاية كنتاكي بأمريكا. بحسب الروايات المتداولة كان في فرح في الفندق ومات العريس في الطريق، والعروسة رمت نفسها من الغرفة بتاعتها في الفندق. النزلاء بقى هنا بيأكدوا انهم بيشوفوا العروسة والعريس داخل الغرفة اللي انتحرت فيها العروسة. طيب لو جالكوا دعوة في فندق من الفنادق دي هتروحوا ولا لا؟ وهنا اقدر اقول لكم ان انا وصلت لنهاية كلام خرافات ونهاية الحكاية، والى اللقاء. ولو حد عنده قصص رعب او مواقف غريبه حصلت معاه ملهاش اي تفسير، بس يكون موقف يعني مش خيال علمي، يعني احنا قريبين شويه عشان عايزين نعمل سلسله